فيديو النهاردة مختلف عن باقي الفيديوهات عشان ببساطة هعلمك ازاي تستخرج برومت اي فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي. مش بس كده، وتستخرج اي برومت صورة كمان، سواء صورة مصغرة او صورة عايز تعمل لنفسك زيها وغيرها كتير. تابع معايا الشرح علشان تعرف الطريقة اللي انا سايبهولك في وصف الفيديو او في قناة التليجرام. في هنا بقى تبعت له صورة ويحولها لك لبرومت احترافي، او تبعت له فيديو ويحوله لك لبرومت، او تبعت له رابط الفيديو هيحوله لك لبرومت برضه. نخش على قناة زي القناة اللي قدامنا دي، وهناخد رابط الفيديو ده وهنبعته له، وهندوس على مشاركة وهندوس نسخ الرابط، ونرجع على الموقع تاني ونحط الرابط وندوس على ارسال. هيعمل معاك تحقق، ما تدوسش على اي حاجة، هتسيبه وهو هيروح لوحده. استنى بتاع 15 ل 20 ثانية. هيعمل معاك 3 مشاهد زي ما انت شايف. مدة الفيديو 15 ثانية. هناخد اول 5 ثواني ممكن يجي لك اعلان، هتدوس على اغلاق. نروح على موقع زي كوين. الموقع ده انا شرحته في فيديو كده. هتدوس على انشاء فيديو، تحدد المقاس من هنا، تبعت له البرومت وتدوس على ارسال. هيطلع معاك نتيجه زي اللي انت شايفها دي. هننزل صوره زي دي، ندوس على تنزيل الصوره ونرجع للموقع ونرفع له الصوره وهندوس على ارسال. هيبدا برضو يعمل معاك عمليه التحقق، ما تدوسش على اي حاجه في الشات. هيعمل معاك برومت زي ما انت شايف. هناخده كوبي ونروح على موقع شات جي بي تي او تطبيق شات جي بي تي ونبعت له البرومت. هيبدا يعمل معانا صوره زي ما انت شايف. وبعد ما عمل الصوره ما شاء الله قريبة للصورة الحقيقية، زي ما انت شايف الصورة الحقيقية والصورة التانية. انا شايف انها قريبة منها جدا، بل احسن منها كمان. بس كده، ده كان شرح النهاردة، اتمنى يعجبك. ما تنساش تكتب لي في التعليقات عايز شرح الفترة الجاية عن ايه. وسلام.